أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالتفاصيل. سينما الشعب تفتح أبوابها للجمهور في عيد الفطر المبارك. بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، فتحت سينما الشعب التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان أبوابها للجمهور. شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالعيد، والذي يتضمن باقة متنوعة من الفعاليات في مختلف المحافظات. وتعرض سينما الشعب 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعا ب15 محافظة بسعر موحد ومخفض يبلغ 40 جنيه للتذكرة. وتقام الحفلات بجميع المواقع بدءا من الساعة 10 صباحا حتى 2 صباح اليوم التالي، بواقع حفل كل ساعتين. وتعرض الأفلام في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة رود الفرج، ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وقصر ثقافة القناطر الخيرية، وقصر ثقافة الأنفوشي، وسينما السادات بالمنوفية، وقصر ثقافة دمنهور، وقصر ثقافة أبو المطامير، وقصر ثقافة الزقازيق، والمركز الثقافي بطنطا، والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وقصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة العريش، وقصر ثقافة بابا ببني سويف، وسينما ومسرح هايبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة نجع حمادي بقنا، وقصر ثقافة قنا. وتنظم هيئة قصور الثقافة نحو 90 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بجميع المحافظات احتفالا بعيد الفطر. وتقام في القصور والأندية والساحات، وتشمل عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية والكورال والعروض المسرحية وأنشطة الأطفال وغيرهم، إلى جانب عرض أفلام موسم في سينما الشعب بأسعار مخفضة، فضلا عن امتداد الفعاليات إلى 7 مناطق بالإسكان البديل. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.